يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة هنعمل بيتزا خطيرة يا جماعة، العجينة طرية جدا جدا. مكوناتها: أنا عاملة كيلو وكوباية دقيق، معاهم 3 بواكي خميرة فورية، ومعاهم 6 معالق كبار لبن بودرة، رشة ملح، ومعلقتين كبار سكر، شوية زيت صغيرين جدا عشان العجينة ما تنشفش. الحشو بتاعها دي عصير طماطم ما بحطوش على النار، وعليه شوية كاتشب وملح وفلفل وشوية زيت صغيرين جدا، يعني معلقة زيت. ما نكترش الزيت للعجينة علشان ده بينشف العجينة. هنحشي تونة معاها بصل وفلفل، وهنحشي فراخ بانيه تتقلى وبعد كده متقطع صغير، وهنحشي بسطرمة وزيتون. هنحط الخميرة ونحط معلقتين الكبار سكر، ومعاهم 6 معالق لبن بودرة، تقريبا نص معلقة ملح صغيرة. كمية المية يا جماعة حسب العجن، يعني العجينة لازم تكون طرية شوية، زي ما تكون هتلزق في الايد بس هي متلزقش. هنا رشة زيت صغيرة قوي، وانا محضرة كوبايتين مية دافيين مش سخنة. هنشوف نعجن ونشوف هتحتاج تاني مية ولا لا. هي اخدت كوبايتين ونص مية. خلاص انا كده عملت العجينة، هسيبها تخمر. حط لها رشة زيت صغيرة. انا قسمت العجينة على 6 كور، هتعمل 3 صواني كبار و3 صغيرين. بفرد كل كورة، وبعد كده بعملها بالشوكة، بخرمها بالشوكة وبدهن عصير الطماطم اللي انا عاملاه. انا مزودتش ملح في العجينة علشان العصير الطماطم فيه ملح. هنا هعمل اول صينية بالبانيه. حطيت فلفل اخضر حراق او بارد زي ما انتوا عايزين، وزيتون، ممكن زيتون اسود، انا حاطه زيتون اخضر، ورشة الجبنة. انا كده جهزت الصواني. هما زي ما قلت لكم طلعت 6 صواني، 3 كبار و3 صغيرين. هدخلهم الفرن. فرن يكون حامي، تقعد تقريبا 10 دقايق، وبعد كده بولع الشواية بسيط عشان وشها. طبعا مش قادرة اقول لكم هي طرية قد ايه، طعمها حلو قوي. كل ما نزود الجبنة طبعا بتبقى احلى. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله أعمل فيديوهات تانية كتير. ولو عجبكم الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس.